لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. صحيح مسلم. وقد ظهر في هذا العصر عيون كثيرة تفجرت كالأنهار وقامت عليها زراعات كثيرة، وسيكون ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. مروج يعني جمع مرج وهو البستان أيضا، وأنهارا النهر معروف. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. سأبدأ من السعودية هذه المرة، وسأبدأ مع هذا الخبر من السعودية ومن تبوك تحديدا، حيث ضربت كتلة هوائية باردة المناطق الغربية والشمالية من السعودية، وخاصة تبوك التي تقع في المنطقة الشمالية. وأدت هذه الكتلة إلى انخفاض ملموس في درجة الحرارة، وصلت إلى ما دون الصفر، وتساقط الثلوج على تبوك. الآن نستعرض مجموعة من الصور في السعودية وتحديدا من تبوك والتساقطات الثلجية التي شاهدتها خلال 24 ساعة الماضية. كيف كانت التساقطات الثلجية وكيف تعامل معها الأهالي والمواطنين في تبوك. نعطي بعض الوقت لهذه الصور كيف بدت الصورة هناك، وعلى خلفيتها أيضا مشاهدينا التوقعات المناخية الخاصة بها خلال اليومين المقبلين. سأبدأ من درجات الحرارة، ستتراوح ما بين درجتين تحت الصفر إلى 8 درجة مئوية. نسب رطوبة مرتفعة فقط في الفترات الصباحية تحديدا مشاهدينا تصل إلى 68%. سرعة رياح هادئة لا تتخطى حاجز 10 كيلومتر في الساعة. أما عن توقعات الأمطار، لا يوجد أي توقعات لأمطار حتى الآن خلال اليومين المقبلين. هل هذا يا جماعة، هل كانت جزيرة العرب أصلا مروجا وأنهارا أم لا؟ في عام 1989 أتى بعض الخبراء من المتحف البريطاني يترأسهم رجل اسمه بيترو أبيرو، وجاءوا وعملوا دراسات على الصحراء في الإمارات، وحفروا ونقبوا فوجدوا أحافير عجيبة. وجدوا يا جماعة أحفورات تدل على أنه عاش قبل ملايين السنين في هذه الأرض فيلة، وحيد القرن، فرس النهر، سلاحف، تماسيح، قرود. طبعا فرس النهر وتماسيح وسلاحف معناها أن في أنهار على الأقل. قرود معناه في إيش؟ في أشجار وبساتين ومروج. فيلة معناها أن الأرض خضراء، فهي يعني تعيش على مثل ذلك. فمعناه أن هذه أصلا ماتت قبل ملايين السنين.